في حاجه تانية بقى هنا مهمه برضو، الكلمات اللي احنا بنختارها عشان نهندل او نرد على الزباين بتوعنا في خدمه العملاء. يعني مثلا لو انا في اوتيل حد بيسالني على اوضه، فللاسف والله مفيش اوض متاحه، بس في اوض تانية متاحه اغلى الضعف، ما دي طريقه. وفي طريقه تانية حد بيحجز معايا اوضه مفيش اوض متاحه، حضرتك محظوظ جدا 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 جدا، انا عندي اوضه تحفه بفيو تحفه سعرها قد كذا، انا ممكن احجزها لك. هو نفس الرد على فكره، انا ما عنديش الاوضه اللي انت طلبتها، انا عندي اوضه تانية اغلى الضعف، بس انا ما قلتليش للاسف وما قلتش لا. ففي كلمات لما تتقال في خدمه العملاء تبوظ اي حاجه، زي للاسف، زي لا مفيش، زي هرجع لمديري واشوف. في كلمات كده ما ينفعش تتقال لان هي بتكسر اي علاقه انا ممكن ابنيها بعد كده، والكلمات دي عكسها تماما يخليني اعمل احلى حاجه في الدنيا. زي واحد بيشتري من عند حد لبس، انا دخلت محل لبس وعايز اقيس تي شيرت، ففي حد من البياعين يقول لي حضرتك ده سعره 300 جنيه. يا عم ان شاء الله يكون 1000 جنيه، انا ما سالتكش عن سعره، انا ما سالتكش. وحد تاني يقول لي حضرتك ده في منه كمان لون احمر وفي منه لون اخضر، تحب اجيبه لك تشوفه؟ انا هدخلهم لك البروفا. ده بياع وده بياع، هو نفس التيشيرت، هو نفس السعر، بس في بياع يخليك بدل ما تاخد تيشيرت تاخد 10، وفي بياع تاني يخليك تكره المحل واليوم اللي نزلت فيه تشتري والدنيا وما فيها. تيم خدمه العملاء في الشركات ده من اهم التيمز اللي انت كبزنس اونر لازم تكون مهتم بيها. وانت لو بتشتغل في خدمه العملاء خليك عارف ان انت مش واجهه الشركه، انت كل حاجه في الشركه، انت واجهه الشركه وقفل الشركه ونص الشركه، انت ممكن تنجح الشركه وتخسر الشركه، انت كل حاجه. عشان كده انا بشكر كل التيمز بتاعتي مثلا اللي بتشتغل في خدمه العملاء، سواء من تيلي سيلز والعميل ما بيشوفوش، سواء ريسبشنست اللي واقفين، سواء الناس اللي بيردوا على الكومبلينز، كل التيمز دي انا بشكرهم لان هم مخليين اسامي البراندز بتاعتي هي اللي قويه لحد النهارده. وعلى العكس تماما، لما يكون موظف بقى متضايق من دول هو يخلي الزبون يكره كل حاجه في حياته بسبب ان هو فكر يكلمه النهارده، بس فكر يكلمه. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.